سلام حبوباتي، وش رايكم؟ ان شاء الله تكونوا كامل ملاح والصحه مليحه والمورال مليح. ان شاء الله يا ربي احوالكم تكون هايله. انا صافا الحمد لله، نحمد ربي ونشكره. ان شاء الله يا ربي تكونوا بخير وتكونوا هايلين وتكونوا منورات ان شاء الله يا ربي. نقول لكم مرحبا بكم في لاشين ديالنا هنا بوزيتيف دون اون نوفيل فيديو. جيتكم اليوم بفيديو جديد من سلسله بذور النجاح والامل. على موضوع جد مهم. جاني سؤال وحبيت نجاوب عليه. هاد السؤال هو كيفاش نديرو مع الناس اللي يحقرونا ما يقيموناش، كيفاش نديرو باش نفرضوا هذيك القيمة باش الناس ما يحقروناش. قبل ما نبدا حبيت نرحب بالمشتركات الجداد، نقول لكم مرحبا بكم، نورتوني وربي يحفظكم. انا نقول لكم حبوباتي، كاين قانون راح يلخص لك هذا الامر، هو قانون الانعكاس. لازم تعرفي بلي كل شيء في حياتنا يصرى، حدث، اشخاص، طبيعة البشر، المهم كل حاجة يصرى في حياتنا، الاشخاص المحيطين بنا وعلاقتنا، كل شيء على بالكم هي مرايا لواش عندنا حنا من الداخل. لازم تقنعوا رواحكم بها، دبروا راسكم. قانون كوني لازم عليكم تحترموه. كل حاجة راهي تصرى في حياتنا راهي تعكس على واش عندنا حنا من الداخل، على واش عندنا من جروح، واش عندنا من الأزمات، على واش عندنا من نقص الثقة، ولا شخصية مهزوزة، ولا ما عندناش الكونفيونس في روحنا، ما نحبوش رواحنا. راح نعطيكم مثال صغير. الا كنت انتيا في علاقه مع ناس وكنت تحسي بلي هادو الناس ما يحبوكش، اعرفي الا حسيتي هاد الاحساس باللي انتي ما تحبيش روحك، هذه هي. الا كنتي مع ناس وحسيتي بلي قيمتك هابطه معاهم وتقولي وين راهي قيمتي، علاش ما يقيمونيش، اعرفي بلي انتيا اوفون ما تقيميش روحك. الا كنتي مع ناس وتحسي من جهتهم بطاقة كره وحسد وغيرة، معناتها كامل هادو الناس يغيروا منك، يحسدوا منك، يكرهوك، معناتها اعرفي بلي ما منتيا عندك هاد الشي في الداخل ولازم عليك تنطفيه. دونك لازم علينا نعرفوا بأنه كل حاجة تصرى في حياتنا، يعني معظم الاشياء اللي يصروا في حياتنا عبارة عن مرآة، راهي تبين لنا واش عندنا حنا من الداخل، هي ترجمة لواش راه يصرى في العالم الداخلي ديالنا. لازم تعرفوا بلي الخارج يعكس الداخل والداخل يصنع الخارج. معناتها انتي كيفاش تخمي وكيفاش المشاعر تاعك منا والاحاسيس منا. الا كانت طاقتك هابطه منخفضه، كما يقولوا منخفضه، الا كنتي طايحه في الوعي، معناتها الوعي تاعك قليل، الا كنتي انسانه عايشه في دور الضحيه، الا كنتي حقره روحك، الا كنتي دائما منقصه من قيمتك، اعرفي بلي رايحه تجبدي ليك الناس اللي يحقروك، ما يقيموكش، يعفسوا عليك، يذلوك، هذه هي. دونك واش تديري؟ لازم تعاودي رجعي للداخل، رجعي للداخل ديالك، سقمي روحك، ابداي تصلحي وتطوري حياتك، يعني تخدمي على تطوير الشخصية، تطوير الذات، ركزي على الثقة بالنفس. كل حاجة ابداي انتي من الداخل. كي يكونوا عندك انتي هادو المميزات، اعرفي بلي المحيطين بك رايحين يتبدلوا معاك، هادي اوتوماتيك. الو حبوباتي، قبل ما نصلحوا العالم الخارجي تاعنا، نصلحوا الاحداث، نصلحوا الناس اللي معانا، علاقاتنا، نبدلوا عقلية الناس اللي معانا، باش يوليو يحبونا ويقيمونا كامل. قبل ما تديروا هاد الشيء لازم علينا اولا نصلحوا روحتينا، نصلحوا الداخل ديالنا، لانه واش رانا نعيشوا حنا بالداخل هو اللي راه يترجم الاحداث هذه، ورانا نشوفوها في ارض الواقع. كما نقول لكم دائما، افكارنا واحاسيسنا هي اللي تخلق الواقع تاعنا. افكار تاعك الا كانت طايحه في الوعي، الا كنتي دايما تشتكي، تلومي، ودايما تحسبي روحك انتي وتحسي الناس بالضعف تاعك، بلي انتي ضعيفه، بلي انتي عندك عيوب، بلي انتي ما تقدريش تنفعي روحك، كيفاش تحبي الخارج يكون مليح معاك؟ ولا كيفاش تحبي العالم تاعك ولا المحيطين بك يكونوا ملاح معاك؟
قيمتيش روحك ما تستناش الناس تقيمك. الا ما حبيتيش روحك ما تستناش الناس تحبك. الا ما تهليتيش نتيا في روحك ما تستناش الناس تهلا فيك. لازم نصلحوا الداخل ديالنا باش الخارج يكون مليح معنا وعلاقتنا كامل تكون محمية وهايلة مع الآخرين. فوالا البنات، نتمنى كلامي يوصل لقلوبكم وحرك فيكم المشاعر. نقولكم تهلاو في روحكم، ان شاء الله نتلاقاو في بذرة واحدة اخرى من سلسلة بذور النجاح والامل. تهلاو في روحكم وربي يحفظكم ان شاء الله، وسلام.